الخبر الأول: بن تايك يصبح جاهز للمشاركة مع الزمالك بعد تعافيه من الإصابة، ويشارك في جزء من التدريب بالكرة بمران الزمالك. الخبر الثاني: وفقا لبرنامج بليس 90، الخطيب طالب محمد رمضان المدير الرياضي بسرعة حسم ملف تجديد عقود بعض نجوم الفريق، ويرى أن هناك تأخر واضح في حسم ملف تجديد العقود. هناك لاعبين يجب الإسراع في حسم ملف تجديد عقودهم، مثل حمزة علاء وأكرم توفيق والشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، علاوة على أن هناك رغبة في تعديل عقود بعض العناصر الأخرى مثل مروان عطية. هناك عرضا من الشمال القطري لأكرم توفيق، كما أن اللاعب تلقى اتصالات من نادي الزمالك، واللاعب لديه بعض الشروط التي تخص التجديد، منها الراتب ونسبة المشاركة، والنادي القطري عرض عليه $1,000,000 سنويا. اللاعب لديه رغبة في تجديد عقده مع النادي الأهلي وخوض منافسات كأس العالم للأندية، ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق معه على بنود التجديد. الخبر الثالث: أحمد شوبير الاتجاه في الأهلي حاليا، محدش هيقرب من كولر خالص، وهناك ثقة، ولكن هيكون في كلام كتير جدا الأيام الجاية من الكابتن الخطيب مع المدرب عن أسباب مشاركة بعض اللاعبين في مراكز غير مراكزهم. الخبر الرابع: أحمد شوبير اسم القندوسي بدأ يتردد تاني وبقوة جدا للعودة للنادي الأهلي. الخبر الخامس: أحمد شوبير محمد عبد المنعم طلب العودة إلى النادي الأهلي من أجل المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية، لكن حتى الآن الموضوع صعب. الخبر السادس: يلا كورة مصدر في الأهلي يؤكد أن مدة غياب يحيى عطية الله لن تقل عن 4 إلى 6 أسابيع. اللاعب خضع لأشعة أثبتت إصابته بشرخ في عظمة الوجه. الخبر السابع: طبيب الأهلي يتحدث عن إصابة عطية الله وياسر وداري. الخبر الثامن: مصدر من رابطة الأندية: لا يوجد أي عقوبة من الممكن أن تصدر على إمام عاشور بسبب احتفال البالونة، لأنه لا يوجد بند في لائحة العقوبات يمنع الاحتفال بالبالونات. الخبر التاسع: مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي: الوضع صعب، لدينا 4 إصابات اليوم أثروا على الأداء والتشكيل، وحسب معلوماتنا أن 2 من هذه الإصابات ستكون طويلة المدى. الصحفي: إيه أخبار الصفقات؟ حتى الآن لم نبرم صفقات جديدة، ولم يصلني أي شيء عن التدعيمات. مشكلة الإصابات موجودة، ونتطلع لوجود صفقات بشكل سريع من أجل اكتمال صفوف الفريق. الطبيعي أن التدعيمات مش هتيجي للنهاردة تلعب بكرة، لكن نتمنى حسم الصفقات بشكل سريع. الخبر العاشر: طالب جاروس إدارة الزمالك بإنهاء تجديد زيزو سريعا حتى يركز اللاعب في الملعب، وإن التأخر في هذا الملف يؤثر سلبا على مستوى اللاعب مع الفريق.